أما بعد، عباد الله، إن الله جل وعلا خلق الأرض وما عليها، وأهبط سبحانه وتعالى آدم إليها، وجعل هذه الأرض مستقرا لبني آدم بما سخر الله سبحانه وتعالى لهم فيها. قال سبحانه: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فمنذ أن سكن البشر الأرض ورزق الله سبحانه وتعالى يأتيهم فيها، مع ما يقع من زلازل وفيضانات وصقيع ثلج، سواء كان عذابا أم ابتلاء، فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يفني البشر جميعا، يبقي بقية منهم يتناسلون ويتكاثرون ويعمرون الأرض لحكمة أرادها الله جل وعلا. وكم لله من آيات في كل ما يقع الحس عليه، يبصره العباد أو لا يبصرونه. تفنى الأعمار دون الإحاطة بهذه الآيات وبجميع تفاصيلها. خذ مثلا يا عبد الله في دخول البرد وخروج الحر، وفي دخول الحر وخروج البرد، يكون بتدرج. فلو أتى علينا فجأة لأضر الأبدان وأهلكها، بل أضر أيضا بالنبات والحيوان. كرجل استحم بحمام ساخن للغاية، ثم مباشرة من حمام ساخن إلى غرفة شديدة البرودة، فغالبا ما يصاب الإنسان بأمراض إن لم يقع له شلل النصف. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن جعل هذا الأمر تدريجيا. وشدة البرد وشدة الحر نفسان من جهنم لتذكير العباد، ومن أجل أن يرعوا وأن يتوبوا إلى الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الزمهرير طبقة من طبقات النار، فيها برد قاطع، يقول ابن مسعود: لون من ألوان العذاب والعياذ بالله. وشدة الحر وشدة البرد يتقي الإنسان بقدر الإمكان ويعمل كل ما يقيه من الأمرين، لأن شدة الحر مؤذن كما أن شدة البرد مهلك. غالبا لا يهلك الناس من شدة الحر كما يهلكون من شدة البرد، ولذا العرب سمت فصل الشتاء بالفاضح، كما يقول الأصمعي:
كأنه والله أعلم يفضح الفقير لأنه لا صبر له عليه. الحر سأستظل تحت ظل، الحر سأذهب قريبا من البحر، الحر ربما، لكن شدة البرد. ولهذا في القرآن الكريم جعل الله ما نستدفئ به من شدة البرد من أصول النعم، وما نتقي به من شدة الحر من مكملات النعم. قال الله عز وجل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وأما في الحر قال: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. تقينا الحر وتقينا الحرب، لأن البأس كما فسر المفسرون هي الحرب. ولم يذكر الله عز وجل في هذا الموضع البرد، إذ أن البرد يستدفى به من أصول النعم. ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يلقون هذا العناء الذي نعاني منه والابتلاء الذي نبتلى به في الدنيا، لا حر ولا برد. قال قتادة رحمه الله تعالى: علم الله أن شدة الحر مؤذن وأن شدة البرد مؤذن، فوقاهم الله عز وجل من أذاهما جميعا. فقال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا شدة حر ولا شدة برد، وإنما يكون الجو بين بين. وهذا ما يحبه الناس غالبا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، تمر علينا الفصول، فصل بعد فصل، موسم بعد موسم، وهذا من أعمارنا، وهذا من أجل أن نتذكر أن أعمارنا بدأت تتناقص، وهي إما أن تكون شاهدة لنا أو علينا. قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. في التغيرات هذه ينبغي على العبد أن لا يغفل أن كل ما يقع في فصل الشتاء من متغيرات هي من عند الله وحده لا شريك له. ليس هناك دخل للإنسان ولا للبشر ولا لجميع الخلق، إنما الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور سبحانه. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نعلق قلوبنا بالله حتى في هذا الموطن. هناك من الأذكار ما لها متعلق في فصل الشتاء، منها إذا رأيت ريحا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، كما جاء في مسلم من حديث عائشة. وإذا رأينا السحاب علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم إني أعوذ بك ما أرسل به، كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عائشة ويصححه العلامة الألباني. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول حين ينزل المطر: اللهم صيبا نافعا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا ازداد المطر هطولا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس. عباد الله، فصل الشتاء فيه آيات ينبغي على العبد أن يتأملها، منها الصواعق
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. روى البزار في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رجلا لرأس من رؤوس المشركين يدعو إلى الإسلام، فذهب رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المشرك، فقال المشرك مستهزئا ساخرا: إلى من يدعني صاحبك؟ أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟ فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعظمت المقالة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول للرجل: ارجع إلي بلغه مرة أخرى، فأعاد له المقالة والاستهزاء، فأرسل الله عز وجل صاعقة فأهلكت الرجل. والرسول الذي أرسله النبي عائد في الطريق إلى النبي يريد أن يخبره أن مرة أخرى الرجل أعرض، فأوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل قد هلك. فلما وصل ذلك الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن صاحبك هلك بعدك، قد هلك، إن الله قد أهلك صاحبك بعدك. فأنزل الله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. والحديث يصحح العلامة مقبل بن هادي الوادعي في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين. ومن هذه الآيات أيضا الرعد، جاء في سنن الترمذي ويصحح العلامة الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، قالوا: أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. ومن هذه الآيات المطر والبرد، قال الله عز وجل: وينزل من السماء من جبال فيها برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فينبغي على العبد أن يعلم أن مثل هذه المواسم لا يغفل عنها من التذكر والاتعاظ، بل حتى في العبادة. يقول الحسن البصري: نعم زمان العبد الشتاء، يطول ليله فيقومه ويقصر نهاره فيصومه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عامر بن مسعود الجمحي، والحديث يحسن العلامة الألباني بشواهده، قال: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. فينبغي علينا عباد الله أن نتعظ، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا فيرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، هناك مسائل تتعلق بفصل الشتاء، منها أنه ينبغي على المرء ولا سيما في المناطق الباردة أو القرى الباردة ألا يهمل جانب الوضوء، لا يهمل جانب الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال للصحابة رافعا صوته كما جاء في الصحيحين، قال من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، قال: ويل للعقاب من النار.
فبعض الناس ربما يهمل جانب الوضوء، ولا سيما هناك شيء أرفع من مجرد الوضوء، إسباغ الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي في الوقت شديد البرد فإنك تكره ما تريد الماء يمس جميع بدنك وأنت تسبغ الوضوء. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ومنها يا عبد الله أنه يجوز أن تلبس الجوارب الشراب وتبقى فيها يوما واحدا إذا كنت مقيما، أو تبقى 3 أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا. وكذلك الخف، وهي مثل جزمات الجيش التي ترتفع حتى تصير أرفع من الكعبين. يقول علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. ومنها أيضا أنه إذا اشتد عليك البرد وخشيت أنك تتوضأ فتمرض أو تغتسل فتمرض، لا بأس أن تتيمم. أصبحت جنبا ما استطعت أن تغتسل، تيمم، فإن التيمم يقوم مقام الغسل وليس الوضوء يقوم مقام الغسل. أصبحت تريد أن تتوضأ وليس عليك جنابة، لكن اشتد البرد ولا تستطيع أن تسخن الماء، فلك أن تتيمم. الله تعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ومنها أيضا عباد الله أنه يجوز لك أن تغطي فمك تتلثم. بعضهم ربما فيه زكام ومن شدة البرد ما يريد إلا يظهر عينه فقط، فهذا جائز. أما حديث أبي هريرة في سنن أبي داود نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، فهو حديث ضعيف جاء من طريق الحسن بن ذكوان المعلم وهو ضعيف. والنهي عن السدل في الصلاة له شواهد في أحاديث أخرى وثابت. ومنها أيضا عباد الله بعض الناس ربما يحتاج إلى القفازين شراب الأيدي، يجوز له، وبعض الشافعية كره ذلك، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى إذ كان متجردا ليس متعصبا لمذهب، لأن للشافعي له قولان في هذا: قول بأنه ينزع، يجب أن ينزع هذا القفاز، وقول لا يجب. قال الإمام النووي: وأصحهما أي صح القولين أنه لا يجب. وأما حديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام من الكفان، فيقولون كيف يسجد وهناك حائل بينه وبين اليدين وهما القفازان، فيقال لا، هذا متصل به ولا شيء عليه، مثل أنك تسجد على الركبتين والركبتان مغطيتان. وأيضا منها من هذه المسائل عباد الله أن بعضهم ربما لا يستطيع أن يميز متى وقت الغروب، ولا سيما في بعض البلدان تغيب عنهم الشمس ولا يستطيعون أن يميزوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن الدجال قال: فاقدروا له. فينبغي علينا عباد الله أن نتعلم هذه الأحكام فإنها تنفعنا بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.